إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة. قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام عبد الفتاح السيسي، تصريحات خطيرة وخيانة علنية. الجزائر تهدد بالتصعيد في سابقه خطيرة. نقلت العديد من المنصات الإعلامية تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن قضية التهجير الفلسطيني. أيها الشعب والقضاء على المقاومة الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية بعد التأكد من أن مصر تتوقع نهاية الكيان الصهيوني، ومنذ انتهاء مهمته في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين. هذه هي التصريحات الخطيرة التي أعيد نشرها والتي منتشرة على نطاق واسع، والتي تظهر مدى خضوع النظام المصري وخوفه تجاه الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بمصر ونظامها ولا بما يسمى باتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل. وأكد العديد من المراقبين أن للنظام المصري الحالي هو النظام الأساسي السبب أو من بين الأسباب الرئيسية التي أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لارتكاب هذه المجازر، التي ستبقى وصمة عار تورق رؤساء وملوك التطبيع. فيما أكد البعض أن جدول أعمال القمة العربية التي ستكون وسيتضمن العرض الذي قدمه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مواقف وقرارات تاريخية، منها قطع العلاقات مع الصهيونية نهائيا، أو اتخاذ الجزائر مواقف سيأديها ضد كل الدول التي قامت بتطبيع دعمها لهذا الكيان، وهو ما لم تتردد الجزائر في اتخاذه، خاصة إننا نشهد إبادة جماعية لشعب بأكمله.